السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعالوا نشوف الجريمة دي اللي حصلت في التجمع دي منطقة جميلة ومنطقة راقية كلها فيلل والشقق فيها بملايين الملايين. بنت اسمها ريري عندها 24 سنة وعايشة في شقتها لوحدها في التجمع. عندها 24 سنة وعندها شقة ازاي؟ طبعا حاجة غريبة، دي الشقة هناك بملايين الملايين. اللي حصل هنا ان البنت ديت كانت بتستقطب الرجال والشباب من راغبي المتعة عن طريق الاونلاين. طبعا كل حاجة دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقت اونلاين. عايز اي حاجة من السوبر ماركت اونلاين، عايز من الصيدلية اونلاين. فهي برضو كانت بتستقطبهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي دلوقتي بسم الله ما شاء الله معظمها بقت حاجات غريبة بنشوفها. بنشوف يومياتي والست اللي بتقعد تفرد السرير وموطية. وطبعا الناس مش بتبص على ملاية السرير ولا السرير بيتفرد ازاي. طبعا حضراتكم فاهمين ان الفيديوهات دي بيعملوها علشان خاطر اللي عايز يتفرج بقى يلا يتفرج. وكذلك برضو على المواقع اللي بتقعد تقول لك كبس كبس وتقعد تبقى واقفه قاعده وعريانه، والاخر بياخد تليفونها وياخد منها ميعاد ويروح لها او يبعت لها في هدايا. وطبعا الكلام ده كله بيكون بمقابل. فاللي حصل هنا ان البنت اللي اسمها ريري ديت كانت بتستقطب الرجال عن طريق الاونلاين. فالمهم اتفقت مع واحد، الواحد دوت طب بتاخدي كام؟ باخد في الساعه كذا، وليكن مثلا نقول 1000 جنيه. راح لها خلاص وافق وخد اكل معاه وهو رايح ودخل معاها ودخل الشقه. وللاسف الشديد استغفر الله العظيم دخل يعني مارس معاها. وبعد ما خلصوا قعدوا شويه ياكلوا وبتاع. وبعد كده طيب عايز تاني؟ ماشي يلا قوم تاني. بعد ما قام وخلص هات الفلوس بقى يلا الاجره اللي متفقين عليها. قال لها لا مش هدفع حاجه. مش هتدفع حاجه ازاي؟ هو طبعا لما دخل عندها وشاف المنظر وشاف المنطقه اللي هي فيها والمكان اللي هي فيه، وشاف بقى كمان في ذهب وفي فلوس، ولقاها كمان بتطلب منه 1000 ولا 2000 جنيه علشان خاطر عمل معاها مرة ولا مرتين. لا انت مرة الأولانية احنا اتفقنا، المرة التانية كمان بفلوس. انت فاكر انها ببلاش ولا ايه؟ لا الأولانية بكذا اللي التانية نفس الكلام. هو يقول لك لا انا كان معايا تمن مرة واحدة بس معيش تمن مرتين. المهم اللي حصل هنا انه هو عمل ايه؟ لما لقاها بقى علت صوتها عليه ولا ازاي مش هتدفع وبتاع، فبيقول لك لقيتها بتعلي صوتها عليا فخفت من الفضايح. خفت تبقى واحده بجحه وجريئه وما يهمهاش حاجه. فقتلتها. جبت السكينه وقتلتها. قتلها وهي عريانه خالص. الجريمه بدات عندما تلقت الاجهزه الامنيه بلاغ من صحابها بقى، والبواب بيخبطوا على الباب ويخبطوا يخبطوا ما بتفتحش. بلغوا الأجهزة الأمنية، جم فتحوا الباب لقوها ميتة وسايحة في دمها. طيب هنا بقى الأجهزة الأمنية بتاعتنا بسم الله ما شاء الله دلوقتي بقى عندهم طبعا كل التقنيات الحديثة والأجهزة الحديثة اللي بيقدروا يبقى من خلالها يقدروا يعرفوا المتهم ده لو كان إيه. تفريغ اللابتوب بتاعها اللي هو ان هي بتتكلم على اللابتوب وان هي ليها موقع وانها بتتكلم الشباب. وطبعا الموبايل بتاعها ان اخر واحد اتصل بيها مين، اللي هو الفلاني الفلاني اللي هو الواد ده اللي راح لها وقعد معاها ومارس معاها. طبعا تم القبض عليه اللي اسمه علاء. تعالى يا علاء انت عملت كده ليه؟ والله انا كنت متفق معاها ان انا اقضي معاها يعني ساعه والساعه بكذا، وقعدنا اكلنا قمت عشان خاطر اقضي الساعه التانيه. قالت لي لا ده انا عايزه اجر تاني. اختلفنا على الاجر احنا الاتنين. مسكتها موتها وطمعت في الفلوس اللي موجودة في الشقة. وزي ما المواقع الإلكترونية بتقول إن هو خد 50,000 جنيه، ده غير المشغولات الذهبية. سوء الخاتمة والعياذ بالله. وكمان بقى اتقبض على مين بقى؟ اتقبض على 10 من الفتيات اللي هم كانوا بيترددوا عليها في الشقة اللي هي كانت مدوراها للأسف للأعمال المنافية للآداب. بيستقطبوا الشباب والرجالة وتعالى والساعة بكذا. والله يا ابني انت لو مراتك الحلال قالت لك 100 جنيه مش هتديها ال 100 جنيه عشان خاطر تجيب أكل العيال ولا حاجة. ولكن لما بيكون في الحرام تدفع ال1000 وتدفع ال2000. والعياذ بالله الشيطان هنا بيزين الحاجة الحرام. راح مارس معاها وادي كانت سوء الخاتمة. طبعا هنا هي ماتت بطريقة طبعا والعياذ بالله مفضوحة وعريانة وفي شقتها، وإن هي كانت بتمارس الدعارة. وفي نفس الوقت اتقبض عليه اللي هتكون برضو آخرته الإعدام.
لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.